وائل جمعة بيواصل الهجوم على فيتوريا ويرشح 4 مدربين لخلافته. واصل وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق الهجوم على الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عقب توديع كأس الأمم الإفريقية من دور 16 مساء أمس بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح. ورشح وائل جمعة بعض الأسماء لتولي القيادة الفنية للفراعنة مطالبا بسرعة اتخاذ قرار بإقالة المدرب البرتغالي. وقال مدافع الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية اتحاد الكرة جايب مدرب بيتقاضى 200 ألف دولار في الشهر الواحد، أي ما يعادل 13 مليون جنيه شهريا من أجل هذا الأداء. لازم مدرب وطني للمنتخب. حسام حسن اسم كبير وموجود، وهناك أسماء كثيرة لعبوا لمنتخب مصر موجودون. طالما لا يفرق معك الأداء ولا النتائج، هؤلاء الأشخاص سيكونوا أفيد وأوفر ماديا من المدرب الأجنبي. وتابع وائل جمعة: أعتقد لو واحد زي محمد شوقي أو سيد معوض أو حتى محمود فتح الله تولى المسؤولية هيكون عندهم حمية وغيرة على المنتخب أكتر من كده، وسيقدمون أداء أفضل من ذلك من خلال أسمائهم ومعرفتهم بالكرة الإفريقية. هؤلاء لعبوا لمنتخب مصر وعارفين قيمة التيشيرت. وأضاف مدير الكرة بمنتخب مصر الأسبق: اتحاد الكرة لابد أن يرحل ويأتي أشخاص عندهم رؤية وتعامل جيد مع أمور الكرة المصرية. وأكد وائل جمعة: أنا مع استمرار المدرب البرازيلي ميكالي مع المنتخب الأولمبي لأنه بيقدم أداء جيد، وأفضل أن يأتي واحد من الشباب الذين ذكرت أسماءهم أو الكابتن حسام حسن يكون مدير فني. المغرب وثقوا في وليد الركراكي ووصل كأس العالم وحقق المركز الرابع، وأشار إلى أنه بنسبة كبيرة بعض هؤلاء اللاعبين انتهوا خلاص، لابد من الاعتماد على المنتخب الأولمبي. لدينا لاعبين جيدين في المنتخب الأولمبي تمكنوا من الوصول لأولمبياد باريس 2024، يجب إعدادهم لكأس العالم. وهناك 10 منتخبات من إفريقيا ستتأهل لكأس العالم، هل مصر لم تتواجد من ضمنهم؟ مجموعتنا ليست مرعبة، يعني معاك بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي، منتخبات تستطيع الفوز عليها. وطبعا منتخبنا هيخوض مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو المقبل.